اهلا يا برج الاسد، تعالوا يلا نشوف مشاعر الحبيب او الشريك في الوقت الحالي. يلا بينا. يلا يا برج الاسد. بص برج الاسد، واضح ان الشريك اصلا انتوا في بينكوا تعلق مرضي. انتوا ممكن تكونوا مش بتحبوا بعض بالشكل صح، او هو مش بيحبك بالشكل اللي انت عايزه يا برج الاسد. هو متعلق بيك تعلق مرضي. ممكن يكون كمان ان هو متسلط. ممكن يكون كمان بيحب السيطرة والتحكم، او يحب يقلل منك عشان يحس بنفسه. واضح ان هو ممكن يكون متجوز، وده اللي طالع لي. وهو شايف ان ده او تعلقه بيك او حبه ليك حب غير مرغوب فيه. ليه؟ لان هو متجوز او مشغول بيه، وهو كمان كبير العيلة. يعني هو واحد بيلتزم بالعادات والتقاليد وان هو كبير العيلة، وان هو عنده اطفال كمان. وهو بيفكر بطريقة عملية جدا. ممكن يكون شريكك يكون برج الحمل او الجدي او العذراء، دي باينالي قوي. ممكن يكون في بينكم بلوك، بينكم تباعد، بس ده مش بسبب حاجة على قد ما سبب ان هو زهقان من العلاقات وقرفان او كده. طبعا لو القراية عكسية كل واحد ياخدها في طريق قصة حياته. واضح ان هو عنده امور كتيرة. واهله ضاغطين عليه ماديا، ممكن في حاجات كتير، عنده مسؤوليات، عنده حاجات. هو متجوز. هو متجوز يا برج الاسد. يعني الطاقه واضحه جدا ان الشخص ده متجوز، وانت هتبقى عارف ان هو متجوز. بس هو للاسف هو عايز علاقه معاك من غير اي كوميتمنت، من غير اي التزام، لان هو متجوز ومش هيعمل ده تاني. اللي هو يعني من غير اي كوميتمنت. لازم تفهم يا برج الاسد ان اللي بينكو دوت تعلق مش حب، تعلق مرضي. ممكن يكون هو عوض عندك حاجة يا برج الاسد انت مفتقدها، بس هي دي اللي مخليك متعلق بيها. وبيقولك بكل صراحة انا مش بحبك حب حقيقي. انا حاولت كتير انسى حبيبتي القديمة او حبيبي القديم، بس معرفتش. معرفتش. عارف ان اني بظلمك معايا، بس انا مش قادرة انساها. سوري 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 سوري، انا اسفة. بس هو احنا لازم نبقى واضحين. طبعا كل واحد ياخد ده في قصة حياته، وافتكروا ان دي قراءة عامة، ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبقش، او ممكن ينطبق جزء منها عليك والجزء التاني لا. ف يعني مش عايزين نعمل مشاكل، ها. بس فخلي بالك يا برج الاسد، لو العلاقة دي علاقة ثلاثية وان الشخص ده متجوز، فانت اللي هتبقى خسران. بس عشان هتبقى فاهم، عشان تبقى فاهم يعني. خسران بكل، انت بتاخد نص بني ادم، مش بني ادم كامل معاك. وهو مش عايز يلتزم لان هو اوريدي متجوز. فزي علاقة عابرة. انتوا متعلقين مع بعض وفاهمين ان التعلق ده حب، بس دي مش حاجة خدماكوا، بالعكس دي حاجة مؤثرة عليكوا جدا. بس واضح ان في حد فيكم في علاقة مع شخص اخر بعلمك، وانت بتتعذب من ده يا برج الاسد جامد. فانت محتاج تختار انك تنسحب، لانك هتتعب كتير قوي في العلاقة دي. تمام. يعني قولولي القصة، وهي دي مشاعر الحبيب تجاهك يا برج الاسد. وطبعا انا اسفة ان الموضوع كان عارفة ان هو قاسي شوية، بس انت محتاج تفوق. يعني لو انت في حياتك العلاقة دي محتاج تفوق، ان ملهاش لازمة ان انا اخش في علاقة ثلاثية خالص مع حد، وخصوصا لو هو متجوز. فاخلع منها يا برج الاسد. مش هتبقى خدماك في اي حال من الاحوال. ومش هتوصل لحاجة، انت اللي هتتعب. تمام. قولولي قصتكم ايه، وهل الكلام ده صح ومنطبق عليكم في التعليقات. وباي باي.